السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم رحمة تيفي. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة، فيديو جديد. غادي نقدم معكم ايس كريم او كلاص بمذاق الفاني والفراولة، كيجي رائع بمعنى الكلمة. كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم فضلا وليس امرا. بالنسبة لهذا الكلاص فانا كنهديه لاصغر متابعة عندي في القناة، آلاء، اللي طلبت مني وصفة ديال الكلاص او ايس كريم. بالنسبة لهذا الايس كريم كنبداو اولا بكريمة. كنديروا 2 مغارف نص يطرو د الحليب و2 مغارف ديال السكر و2 مغارف د المايسينا عامرين، وكنخلطوهم مزيان حتى كتذوب ديك المايسينا والسكر، وكنوضعوهم فوق النار. مهيله، وكنستمروا في التحريك باش ما كتلصقناش ديك الكريمه وتحرق. بالنسبه لهذا الكلاص راه ساهل واقتصادي وكيجي كريمي. كنحركو مزيان حتى كتختار لنا الكريمه وكتبدا تغلي. كنطفيو البوطه، كنضيفوا 1 مغروفه كبيره ديال فاني غبره، وكنخلطو مزيان. كنجيبوا 1 زلافه الزاج وكنكبوا فيها ديك الكريمه، وكنعملوا له واحد البلاستيك غذائي كنلصقوه مع ديك الكريمه باش ديك الكريمه ما كتربيناش القشره، وكنخليوه في الكوزينه في المطبخ حتى كيبرد، ومن بعد كندخلوه للثلاجه باش كيبرد لنا مزيان. ملي كتبرد ديك الكريمه كنضيفوا لها 1 العلبه شونتي و1 الكاس د الحليب الصغير اللي كيكون عندنا بارد مزيان، وعندنا اللون الدفريسه او الفراوله. اللون عندي اللون وحتى النكهه. كناخذوا ديك الكريمه وكنطربوها مزيان بالطراب الكهربائي، كنضيفوا لها الشونتي. راه ساهل البنات وكيجي رائع، كيجي كريمي وكيجي رائع. كنعملوا ديك العلبه الشونتي، كنضيفوا عليها ديك الكاس د الحليب اللي كيكون بارد. من الاحسن نعملوه شويه في المجمد حتى كيبرد مزيان. كنطربوا مزيان ديك الكريمه والشونتي والحليب، كنطربوهم مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لوليداتكم في هذا الصيف، وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم فضلا وليس امرا. وما تنساوناش من البصمه، الله يجازيكم بالخير. كنقسموا ديك الكريمه على 2، النص كنخليوه بالفاني والنص كنعملوا له ديك النكهه ديال الفراوله. يمكننا نعملوا اي نكهه بغينا، كما اننا نبغيو نعملوه بالشوكولا. كنضيفوا 1-2 مغارف ديال الشوكولا غبره، وكنخدموهم مزيان بنفس الطريقه. كنخلطوا مزيان ديك الكريمه اللي كنعملوا معاها النكهه ديال الفراوله. عندنا 1-2 القجارات. بالنسبه لهاد القجارات البنات انا راه عندي خصوصيا ديال لاكلاص. كنقسموها على 2 وكنعملوا وحده بالنكهه ديال الفريز وحده كنخليوها بالنكهه ديال الفاني، وكنعملوهم في المجمد لمده 6 سوايع.
ومن بعد ما كيكملوا 6 سوايع البنات كنخرجوهم من المجمد. كنحتاجوا واحد الزلافه اللي كيكون عندنا فيها الماء. راه كيجي رائع البنات، كيجي كريمي وما كيجيش ما كيبانش فيه الثلج. وبالنسبه للديد واقتصادي كندوزو ديك مغرف دلادو في الماء وكنوليو نكرروا العمليه. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد اللادون وليداتكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي وعجبو المحتوى ما ينساناش من واحد البصمه وكومونتير زوين بحالو، وإلا عجبو المحتوى اضغط على الجرس فضلا وليس امرا. والى فيديو قادم ان شاء الله.